كيتبدل بالرغم من أنه نادر. الكمية ديال الذهب هي محدودة في العالم، وكاملين عارفين بأنه حسب قانون العرض والطلب ملي الحاجة كتكون نادرة ومحدودة الثمن ديالها تيبقى دائما في صعود مستمر. ولكن علاش الثمن ديال الذهب كيتبدل؟ هو طالع هو هابط. الحقيقة هي أن الندرة بوحدها ما كافياش، الذهب كيتباع في العالم وهذا العالم محكوم بالعواطف. هادو 3 ديال العوامل اللي كيأثروا بزاف في الثمن ديال الذهب. الناس كتلجأ للذهب باش تحمي قيمة الفلوس ديالها من التضخم. ثانيا نسبة الفائدة، ملي كتطلع الذهب تيفقد الجاذبية ديالو أمام السندات اللي تعطي واحد العائد مبني على الفائدة، وهنا المستثمرين تيشوفوا في هاد السندات فرص استثمارية أحسن. ولكن مرة أخرى هاد السندات فيها فوائد ربوية اللي خاصنا نبعدو منها. ثالثا الخوف العالمي، الحروب والأزمات تيخليو الناس يلجؤوا للذهب كملاذ آمن، وهادشي تيخلي الثمن ديالو تيرتفع لأنه تيولي رمز ديال الأمان. إذا الثمن ديال الذهب تيطلع وتيهبط حسب العواطف ديال السوق. ملي الناس تتحس بالأمان وتتحمس الثمن ديال الذهب تيهبط، لأن المستثمرين تيفضلوا الاستثمارات اللي فيها مخاطر أكثر وبالتالي العائد تيكون أكبر. وملي الناس تكون خايفة الثمن ديال الذهب تيتزاد لأنه تيولي رمز ديال الأمان. ثمن الذهب هو ببساطة المراية ديال الحالة النفسية ديال الأسواق العالمية. بغيتوا تفهموا الأسواق المالية؟ تابعونا.